خالد، السلام عليكم. فضل الدكتور دكتور محمد، السلام عليكم. السلام عليكم فضل الدكتور. عليكم السلام. اهلا ومرحبا فضل الدكتور، اتفضل. اتفضل يا دكتور محمد، تكلم على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. فضيلة الدكتور محمود. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، سعداء والله يا دكتور محمد. طيبين ان شاء الله، حفظك الله. والله انا اكثر سعادة. الله يكرمك ويبارك فيك. والله يا فضيلة الدكتور، نحن نحاول من فترة نتصل ولكن ما ننجح بالاتصال، واليوم الحمد لله فرصة انه نجح الاتصال. الحمد لله، سعداء بك والله. والله نحن يعني نشكركم ونشكر جهودكم، وأنت يا فضيلة الشيخ يعني رجل مجاهد، وأنت رجل محب للسلفية والتوحيد. الله يحفظك ويبارك فيك. وتضحي بوقتك وبجهدك، فجزاك الله ألف خير. الله يحفظك ويبارك فيك يا دكتور. وكيف حال والدنا الشيخ ربيع؟ الوالد يسلم عليكم كثيرا. سلمك الله. الله يبارك فيه ويحفظه على طاعته اللهم. وهو ايضا يعني نقلنا له جهودكم وشرحنا له، فيعني كان يعني سعيدا يعني بجهودكم، ويتمنى لكم كل خير. الله يبارك فيك ويتمنى لكم كل خير. حفظكم الله، ونحن مستعدين في التعاون معكم ونشد على أيديكم، ونحن إخوة في الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم ويجزيكم الخير. احنا يعني نثمن دور الشيخ ربيع، ربنا يحفظه. نتمنى الهداية للشباب الذين جرفتهم الأفكار الحزبية. نعم. وكثير من أهل الخير يحسنون الظن بالحركات هذه اللي تسمى نفسها إسلامية. وقد أعجبني كلام لأحد المفكرين كما يقال، أعجبتني كلمة قال، وهو طه الدليمي، لا أعرف عنه كثيرا لكن سمعته مرة يقول: نحن ندعو الإسلاميين للرجوع إلى الإسلام. صدقت. صدق والله. والله كلمة أعجبتني، نحن ندعو الإسلاميين للرجوع إلى الإسلام. فيا ليت إن الإسلاميين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقت والله يا دكتور محمد، ربنا يبارك فيك. والله يا فضيلة الدكتور، أنا أدركت أن طلاب العلم في المملكة العربية السعودية من جنوبها إلى وسطها إلى الرياض إلى كل مكان، أن أهل العلم وطلاب العلم كانوا على قلب رجل واحد. الحمد لله. كانوا على قلب رجل واحد، محبة وتآخي، ولا يوجد بينهم أدنى خلاف. الحمد لله. إلى أن ظهرت الحزبيات ودعوة الإخوان المسلمين، فحينئذ عرفنا التفرق، وعرفنا التنابز بالألقاب، وعرفنا الإحن، وعرفنا يعني الاختلاف، وعرفنا الفرقة، بل والبغضاء والعداوة. صدقت والله يا دكتور محمد، صدقت والله. الإخوان وهؤلاء فرقوا الأمة تفريقا. كان طلاب العلم صفا واحدا، وكان لا يخالفهم إلا الجهال والسفهاء الذين يطلقون على طلاب العلم والمشايخ المطاوعة. نعم، كان الناس صفين فقط، يعني طلبة العلم والمشايخهم صفا واحدا، ويقابلهم أهل السوق والسفهاء فقط الذين يقتلون هؤلاء بالمطاوعة. وأدركنا وقتا طلاب العلم يعني أنواع وأشكال وأحزاب وتناحر وتنافر واتهامات والتنابز بالألقاب، وعندنا يعني ظاهرة، ونشكر الله. جزاك الله خير يا دكتور محمد. الحزبيات التي هي محدثة، وهي التي جابت لنا يعني كل بلاء وجرت لنا كل عداوة. فضيلة الدكتور محمد،
بعد اذنك فضل دكتور، انا عايز اقول لفضلتك امر حتى لو رساله تبقى لفضيله الشيخ ربيع حفظه الله عز وجل. احنا عايزين كلمه من الشيخ ربيع للاحداث التي تحدث في مصر الان، لان الشيخ ربيع له كلمه مسموعه بين طلاب السلفيه في مصر ويسمعون له كثيرا. العالم كله مش يعني انا اتكلم في مصر على احداثنا. فالشيخ ربيع ما شاء الله له جهد معلوم في الدعوه لمنهج السلف الصالح وكده، فبس ما سمعناش منه فضل الدكتور كلام عما يحدث في مصر. فهل الشيخ ربيع يعد ان شاء الله كلمه للاحداث التي حدثت في مصر من 25 يناير الى الان؟ والله الشيخ ربيع بارك الله فيك، يعني هو مثله مثل اي مشايخ السلفيين، ثابت على الكتاب والسنه ولا ينطلق الا من الاحاديث، ومتقيد بالكتاب والسنه، وله جهود يعني في الرد على الحزبيين صحيح. يعني معروفه ومشهوره. نعم. ولا يخفاكم ان سيد الوالد في مكه وانا اسكن في المدينه. الله يحفظك يا رب. ولكن اذا لكم اي طلب انا ان شاء الله يعني احضره منه ان شاء الله تعالى، واجعله ان شاء الله يعني يقدم لكم اي مطلوب ان شاء الله تعالى في سبيل التعاون. التعاون على الخير ان شاء الله. الله يجزاك خيرا. بس لو تبلغ طلب مننا لفضيلة الشيخ ربيع ان هو يعمل لنا رساله ولو مصغره. لو درس اسبوعي كل جمعه في الساعه 5 مساء، حبذا يعني لو كان مثلا يصير في ربط يعني ما بين القناه وما بين درس سيد الوالد، او مثلا يعاد يعني اذاعته. لانه في دروسه دائما يعني اذا جاءت يعني مناسبات لا يسكت يعني عن الحزبيه ويعني المخالفين، يتكلم بعلم والحمد لله رب العالمين. الله ان شاء الله نفعل. انا عايز بس اسال يا دكتور محمد، زي ما سمعت الدكتور احمد كريمه في الازهر يريد ان ينسب دعوه او جماعه الاخوان وفكر الحزبيين الى دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب زورا وبهتانا، فهل من تعليق لفضيلتك في المساله يعني؟ والله يا دكتور لا يجتمع الضب والنون. لا يجتمع. دعوة الشيخ عبد الوهاب قائمة على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشأنه شأن أي يعني سلفي متبع متقيد بالكتاب والسنة، يعني قيد الشعرة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لا يتحرك إلا في حدود الكتاب والسنة. الشيخ عبد الوهاب ما جاء يطلب الحكم ولا يطلب السلطة، جاء لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاء والجزيرة العربية قد عادت إلى الجاهلية الأولى إلا ما رحم الله. انتشر الشرك وعبادة القبور في كل ربوع المملكة العربية السعودية، في الجزيرة العربية، وتركت الصلاة، وصارت القبائل يغزو بعضها بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وصار رزقهم في غزو القبائل الأخرى. جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. فجاء في هذا الجو المظلم وصدع بالحق، وصدع بالدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. ما جاء بمذهب خامس ولا فكر بأن يأتي بمذهب جديد، إنما قال أعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستفيدا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبقية تلاميذ الإمام ابن تيمية، وهو الذي أحيا كتب الإمام ابن تيمية التي كانت منسية وكتب ابن القيم. وفتح الله عليه لما علم إخلاصه، وهيأ له الإمام محمد بن سعود، وخرج مطرودا من العيينة، فذهب إلى الدرعية وتحالف مع الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، كان أمير الدرعية. تحالفوا على نشر التوحيد وعلى أن ينصروا كلمة الله، والله سبحانه وتعالى نصرهم، ويعني فتحوا الجزيرة مدينة حتى
حتى كونوا دولة التوحيد التي تحارب البدع والخرافات، وطهروا مكة والمدينة من الأضرحة التي كانت تعبد من دون الله ومظاهر الشرك والخرافات. فهذا النور العظيم الذي نحن يعني ثمرة من ثماره، لولا الله سبحانه وتعالى أنقذنا بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب لكنا الآن أحلاس الأضرحة وأحلاس القبور. صدقت والله يا أستاذ محمد، صدقت. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الله يحفظك. الإمام محمد له منة في عنق كل موحد في هذه البلاد، بل حتى انتشرت دعوته عندكم في مصر وفي دول المغرب العربي وفي أقصى الشرق. فكيف يعني يريدون أن يربطوا بها دعوة حسن البنا التي تتلهف على الحكم والسلطة؟ صحيح. صدقت. بالحق أو بالباطل، بسفك الدماء، بالمغالطات، بالكذب، بالزور، نعم، بالتضليل، بالنفاق، بالتقية، بكل شيء. أي نعم، كيف يقال؟ صدقت والله يا دكتور محمد، صدقت. حسن البنا بالإمام محمد الوهاب. جزاك الله خيرا. ولما ذهب حسن البنا إلى الملك عبد العزيز يقول أنه حج، وقال الملك عبد العزيز نريد أن نفتح مكتب للإخوان المسلمين، وكان ذكيا ملهما، كأنه يعني سبحان الله يعني وقر في قلبه أن هذا الرجل يدعو إلى الشر، فقال كلنا مسلمون كلنا مسلمون. أي نعم، وانصرف عنه ولم يأبه فيه، كان ملهما رحمة الله عليه الملك عبد العزيز. نعم رحمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا، آمين. وأن يهدي الذين غرر بهم، آمين. وأن يرجعوا إلى أصلهم، إلى عقيدة التوحيد ونشرها والاهتمام بها التي الآن لا يفكرون فيها ولا يأخذون بها. والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير يا دكتور محمد. ونريد أن نطيل عليكم ونشكركم شكرا جزيلا. شاكرين جدا. ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك وإياك يا رب. الله يحفظك. والسلام عليكم ورحمة الله.